ازيكم يا حلوين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف ألف خير. النهاردة بإذن الله هنبتدي مع بعض حلقات دبري ووفري، وأول حلقة هتكون عن البريل. هو عامل أساسي في البيت أساسا، يعني كواحدة زي بتستهلك بريل كتير كان لابد من ان هي تشوف لها حل. وأنا بحكي لأمي الموضوع ده حكيت لي على فكرة جبارة. ايه هي الفكرة الجبارة؟ كيس بتجيبيه من عند محل منظفات او بتجيبيه من محل عطارة على حسب الاماكن اللي ممكن يكون متوفر عنديكي. انا جبت من محل منظفات بصراحة. تمام، بيبقى عبارة عن بريل او التركيبة بتاعت البريل. فخلال الفيديو هوريكم شكل الكيس، وخلي بالكم في نوع اصلي وفي نوع تجليد. بتجيب النوع المكتوب عليه الاصلي، هتعملي ايه؟ هتجيبي جردل حطي فيه 8 لتر مية. انا بس الغلطة اللي غلطتها هنا ايه؟ ان انا عبرت بلتر كولا، ازازة كوكولا، فاتريه هي لتر ونص مش لتر. فهنا كانت الغلطة بتاعتي. بعد ما مليت الجردل 8 مرات من الجزازة حسيت كمية المية اوفر، فرحت ركزت شوية لقيت ان اللتر مكتوب عليه لتر ونص، فاضطريت ان انا نفضي ونملى تاني بالعبوة 8 لتر. بعد ما ملينا المقدار كويس من المية، اهم حاجة تتبعي التعليمات. بتروحي جايبة الكيس فتحة، الكيس فيه من جوا كيسين، واحد سائل واحد بودرة. رحت فضيت الكيس الاول السائل، بعد كده فضيت البودرة، وبعد كده بدأت اقلب في اتجاه واحد زي ما مكتوب برضو على الكيس ان انت بتقلبي في اتجاه واحد لغاية ما يدوب. بس هو مكتوب على الكيس بتسيبيه ساعتين. امي الله يديها الصحة يا رب، تقول لي في عمرها يا رب وبارك لي في صحتها، قالت لي لا ده بتسيبيه يوم كامل. ورحت سبته يوم كامل، يعني ميعاد ما عملت لغاية تاني يوم. اتفاجأت بالنتيجة، ما شاء الله الله اكبر. بريل تقيل زي بتاع العلب بالظبط، مش تقيل خالص زي الجيلي، لا تقيل زي اللي بتجيبيه من العلب. والرغوة بتاعته والريحة قلبت المطبخ، ريحة الليمون واضحة فيه جدا. كان عندي جزازة فاضية من البريل اللي بستخدمها، كان نوعها انتيكا، فجبت جزازة عشان نشوف هيجيب فعلا 8 لتر زي ما مكتوب على الكيس ولا لا. فجبت شفشة وبدأت نملة جزازة، فمليتها كلها. طبعا انا ما عنديش 8 جزايز، كان عندي جزازة واحدة. فرحت مليتها، بعد كده جبت كيس من اكياس التلاجة، رحت مفضية فيه الجزازة. عملت الحركة دي 8 مرات لغاية ما لقيت ما شاء الله عمل 8 اكياس بمعدل الجزازة، وكمان فضلت معدل ربع جزازة صغيرة، يعني يعتبر ربع لتر في الجردل نفسها. وبعد كده استخدمت في غسيل المواعين، ما شاء الله الله اكبر، الرغوة بتاعت حكاية، وريحة الليمون جميلة جدا. لاني في بعض التراكيب دي بتبقى ريحتها مش حلوة، بيبقى فيها كده ريحة مش لطيفة. بصي اسم الكيس نمبر 1 برائحة الليمون. في ناس قالت لي ان هو تقريبا في روايح تانية ليه، بس انا بصراحة اللي استخدمت الليمون. مكتوب عليه سوبر توفير، سعر الكيس 30 جنيه، مكتوب على العبوة من برا، ومكتوب عليه كلمة الأصلي لأني في تجليد من نفس الشركة. يعني انت لما تشتري كيس قولي لي انا عايزة نمبر 1 اللي هو مركز صابون سائل برائحة الليمون، هتلاقي السعر بتاعه 30 جنيه. بكده تكون خلصت أول حلقة معانا في دبري ووفري. يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم باقي الحلقات. قناتكم صناعة السعادة، أم كيان.